السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطريقه ديال التركاب. هنايا عندي هاد الطابلوات بجوجهم جدادين وقررت نخدم بهم يعني بجوج. غادي نهز اول حاجه الصبيعات من هاد الطابلو، هما اللي غادي ندير في الصبيعات ديال الرجلين. نتوما ممكن تخدموا بشي طابلو تيشبه لهذا النيت، ولا هو راه يعني موجود عند السيد اللي كنتقدا عنده. راه دائما تنخلي لكم النمره ديالته في اول تعليق اللي بغات تواصل معاه وتاخذ رشيمات ديال السكوتش. والطابلو اللي تحت من هذا راه طابلو جديد اللي كنت قسمت معكم وعجب بزاف ديال البنات. درت لكم طريقه ديال التركاب فيه مختلفين، وقلت علاش لا ما نعاودش نزيدكم هذه الطريقه هذه. يعني درت ميلونج بين هذا الطابلو وهذا الطابلو. اول حاجه غادي نلصق الصبيعات هما الاولين، نحيدوهم علينا، عاد غادي ندوزو للطريقه الثانيه. هاد الفيديو راني خدمته بالحنه الطبيعيه. يعني هذا راه كان هذا راه قبل من العيد، يعني هذه حنه ديال العيد، غير عاد كتاب انني نحطها. الله اكبر. صافي غادي نبقى على هذا الشكل. غادي الصبيعات هما اللي غادي ندير ليهم هاد الصبيعات الصغارين. الصباع الكبير غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي ندير ليه. النتيجه ديالته في الاخر جا بحال النقش، يعني جات شي حاجه متقونه وغزاله. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله من الاول حتى الاخر. راه ما تقيدوش بهذا الطابلو اللي خدمت به انا الصبيعات، ممكن اي طابلو عندكم تخدموا به الصبيعات ماشي مشكل. هنايا غادي ناخذ هذا الطابلو هذا جديد، غادي نقطع الرشيمه اللي فيه على هذا الشكل. هذا راه طابلو جديد البنات، يعني بزاف منكم خداوه ودرت معاهم الطريقه ديال التركاب قبل العيد باش هكذا يديروه للعيد. كانوا كيجيوني عليه بزاف ديال التساؤلات، وهذا الشيء كامل البنات غير ب5 دراهم. يعني غير اللي ما بغاتش تحني ثمن يعني ثمن بسيط والنتيجه كتكون غزاله زعما اكثر من رائعه. هنايا كنحيد هاد الزوائد هادو باش هكذا نخدم بكل اريحيه. قطعتهم بجوج يعني بحال وغادي نبقى غاده معاها على هذا الشكل حتى تنشوف نجيب العبار ديالها هو هذاك. الا لاحظتوا راني ما لصقتهاش، يعني بغيت نشد العبار هو الاول حتى كتبان لي راهم، حيتاش انا بغيت نلاقيهم في الوسط، يعني يبانوا ليا هما هادوك. عاد غادي نلصق كيف ما شفتوا، ماشي حتى نلصق وما يجينيش العبار هو عادك عاد نبدا نحيد. يعني حاولوا تعتمدوا هذه الطريقه. وبطبيعه الحال راكم عارفين باللي الرجل ولا اليد اللي غتلصقوا فيها السكوتش ما خصها تكون مدهونه لا بكريم لا بحتى حاجه باش هكذا ما يعذبكمش السكوتش ويلصق ليكم. هذه طريقه مختلفه البنات لداك الطابلو. هانتوما شفتوا يعني تلقاو ليا في النص ديال الرجل. هنايا غادي نعاود نهز من هذا الطابلو هذا الرشيمه هذه. وكيف ما قلت لكم ماشي ضروري يكون عندكم نفس الطابلو، المهم هكذا شي طابلو عندكم فيه، يعني عندكم شي طابلو هكذا فيه بحال هاد الرشيمات هادو اللي كيكونوا صغارين. هادشي اللي كاين، يعني ماشي غادي تقيدوا بنفس الطابلو اللي خدمت به انايا اللي هزيت منه هاد الوريضه. وانا هاد الوريضه كيف ما شفتوا غادي نقطعها على ذوقي حتى تجيني قد البلاصه اللي عندي تما. الفكره هو انني بغيت نحط وريضه في الصبع الكبير تجي هابطه مع داك الفراغ اللي كاين تما، باش هكذا يعني يجي داك الشكل ديال النقش. راكم فهمتوني؟ صافي هنايا بعد ما لصقتها غادي نجي نقطع ثاني هاد الرشيمه هادي راه طريقه التركيب يمكن الثالثه لهاد الطابلوات جدادين. يعني عطيتكم نتوما غادي تختاروا الرشيمه اللي غتسوالمكم والرشيمه اللي هادي تعجبكم. هنايا راني خدمت الرجل عامره، يعني ماشي شي حاجه خفيفه، شي حاجه عامره هكذا اللي غادي تجي فنيونه. اللي غادي تبغي خفيف راه كاينين حتى رشيمات خفافين في القناه. وحتى بهذا الطابلو كاينه رشيمه، كاين تطبيق خفيف هكذا. صافي هنايا قديت الرشيمه لصقتها. هنايا كنهز هذوك الرشيمات اللي كاينين في نفس الطابلو النيت، هزيتهم غادي نديرهم هكذا مع الجناب ديال الرجل.
هنايا كنت غادي ندير هذا الشكل، من بعد عاودت حيدتها وغادي اختاريت انني ندير هكذا غير رشيمات، ندير وحده من هنا ووحده من هنا باش هكذا ما يجينيش تاني مبلوكيه الرجل من ديك البلاصه، تجي على الاقل واحد الشوي كيكون ديال الفراغات فيها. صافي كيف ما شفتوا لصقت رشيمه الكبيبره في نقدروا نقولوا الوسط ديال الرجل من الجنب، ومع الجنيبات غادي نديروا هاد الوريضات هادو الصغار. وبطبيعه الحال اللور ديال الرجل ما غاديش نخليه خاوي، حتى هو غادي نلصقوا فيه رشيمه. في التحت ديال الرجل حتى هو غادي نلصقوا رشيمات. راكم عرفتوني ما كنديرش البليغه، يعني حتى هو خصو يجي فيه نقيشه، ما تجيش الرجل خاويه. حتى هو لصقت فيه هاد الوريضات هادو اللي وريتكم، ممكن تهزوهم من اي طابلو عندكم، يعني ما كاينش مشكل. هذه كانت هي الطريقه ديال التركاب، راكم شفتوا معايا يعني سهله وكتجي غزاله. هانتوما شفتوا بعويناتكم اللور ديال الرجل كيف ما قلت لكم، حتى هو ما تنساوش غادي تلصقوا فيه الوريضه اللي وريتكم. صافي هذا ما كان. هنايا راني وريتكم الحنينيه كيفاش عاقده، جاي القوام ديالها عاقد، ما جاريه ما والو، باش هكذا ما يتخلطش لكم السكوتش. وراكم شفتوا يعني هوايا فين كنلصقوا فين كيبقى لاصق، يعني كيلصق ما شاء الله. والحنه عاقده يعني ما يمكنش انه يتخلط، تتجي فيما كتحطي الحنه فيما كتبقى كيجي داك الخدمه نقيه وبحال كتجي واحد الخدمه نقيه وبحال النقش، يعني ما فيهاش دوك هذا الحنه مخربقه ولا مخلطه ولا. هادو هما الاسرار ديال السكوتش باش يجيوكم، باش يجي يعني خدمه مزيانه. نبقى غاد على هذا الشكل حتى نكمل الرجل كاملها في الحنه. وبالنسبه لليدين راه كنحنيو الرجلين هما الاولين، عاد غادي ندوز لليدين بعد ما غادي ندير لهم الطريقه اللي غتشوفوا معايا باش هكذا يطلق على خاطرو ويجينا اللوين ديال الحنه زوين. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على طريقه التخليطه راني حاطاها في القناه في الفيديوهات القدامين، غادي اللي بغاتها ماشي مشكل غير تقولها لي في لي كومونتير ونعاود نحط لها الرابط، ماشي مشكل. شفتوا الحنه البنات، يعني انا اللي كنتحكم فيها، انا اللي كنمشيها كما بغيت، ماشي تكون جاريه هي اللي تحكم فيا. نبغي نحطها وتبقى تديع وتسيح، يعني ما خداماش، وحتى الخدمه ما كتجيش زوينه فيها، يعني كيجي كاع مخلط وكاع مطاشي وما كيجيش زوين. صافي البنات هنايا بعد ما غادي نحني الرجل كاملها غادي نديرها في ساشي ديال في ساشيه ونديرها في بلاستيكه باش هكذا تطلق واحد ساعتين ديال المكانه هكاك ونحيدوها. راه كتجي النتيجه اكثر من رائعه. هنا ما كتبش انني نوريكم النتيجه بحكم السيده اللي حنيت لها ما تلاقيتش بها من بعد.